هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده جايلكم بماسك من عند هيمالايا. هو للبشرة العادية الى الدهنية، بالنيم والكركم. قناع التنقية بعشبة النيم. سعره 27 جنيه. آه، هو حلو صنفرة. اللي عايزة تعمل صنفرة بجد وحلوة، بحس كده ان وشها فريش، تجيب هيمالايا. بجد جامد جدا. بصوا، هوريكم دلوقتي شكله. انا بصراحة لما شفت شكله اتفاجئت بلونه. كل حاجة شايفين لون آه، اخضر غامق، او الالوان اللي هي الملخبطة دي. تمام. انا حطيت ورقتي هنا ونشف. صنفرة بقى، يعني انتي ايه حطيتيه على بشرتك ونشف، تدعكي بقى كده. بجد يعني حاجة فظيعة. انا تقريبا بعمله كل فترة، كل 3 ايام مرة، وبحس باختلاف. ثواني اجيب وايبس وامسح البقايا. ايدي كده امسحها بالوايبس. انتوا طبعا تغسلوه بالميه. تمام. انا اشيل ايدي بالوايبس. بصوا الفرق بين دي وبين دي، في واحده فاتحه وفي واحده غامقه. جميل جدا بجد، يستاهل. للصنفره. انا استخدمته في الصيف، حلو جدا، واتوقع ان هو في الشتاء هيبقى احلى. تقريبا كل اللي قلت كل حاجه عنه. البشرة الدهنية ممكن تستخدمه أكتر من مرة، لأن البشرة الدهنية بتبقى دهنية بيتكون عليها حاجات كتير، دهون وميكروبات وتراب طول اليوم. والبشرة المختلطة برضه. لكن البشرة العادية يا بختهم. البشرة العادية تقريبا يعني تبقى البشرة بسيطة، يعني حلوة. البشرة الجافة تستخدمه مرة كفاية عليها. بس البشرة الجافة بحس ان البنات اللي بشرتهم جافة بتبقى جافة في الشتاء اكتر. انا بشرتي مختلطة وبحس ان هي في الشتاء تبقى جافة جدا، غير في الصيف. بالصيف بيتعمل دهون، فبتغسلي بشرتك فتحسي ان هي كده ايه، على طول مغسولة، على طول نظيفة، على طول فيها غسولات، على طول فيها ماسكات، على طول فيها زنفرة، الجو ده. لكن في الصيف في الشتاء في بنات بتكسل مية ساقعة. وغلط على فكرة يا بنات لما تغسلوا وشكم بمية سخنة، الغوها خالص. هو مية ساقعة واستحملوا. آم، لكن البشرة بقى الجافة، قصدي سوري، البشرة المختلطة اللي زيي، تقدر تستخدمه مثلا لو هي مش عايزة تستخدمه على البشرة كلها، تستخدمه على الجبهة، الأنف، الدقن. بس أنا مش بحس إن في دهون بتطلعلي في الجبهة، أنا بحس على الأنف بس، لكن الجبهة لأ. ولو فيكي حبوب في وشك، فيه حبوب أو تعويرات، بلاش تستخدمي صنفرة. استخدمي غسول طبي، عشان الحبوب دي ساعات بتعمل دم، بتعبي. فبلاش يعني، خلينا ايه لحد ما نعدي فترة الحبوب دي نستخدم بقى كل اللي احنا عايزينه. متستخدميش خالص صنفرة وانتي متعورة في وشك او في حبوب، هتزودلك الحبوب وهتلتهب وهتحمر وهتعبي كمان حاجات. فبلاش في فترة الحبوب والحاجات دي. استخدمي كريمات اللي هي الحبوب والغسولات. ممكن تروحي عند اي صيدلية تقولي له عايزة الغسول الطبي، ممكن للتفتيح للتنظيف الجو ده. بس الغسولات معظمها تفتيح اللي بتبقى في الصيدليات. بس برضو ما تستخدميش اللي هي اللي هو التقشير، الغسولات اللي هي فيها تقشير. لان انا مره بصراحه استخدمت غسول، وكان دكتور كاتب لي عليه غسول كان فيه تقشير، عورني في وشي بين الحاجب كده فوق الانف. بجد كان بيحصلي طويلة، كان وشي حتة منه بتنزل دم، وزعلت. رحت لدكتورة تانية وعطتني مضاد حيوي، كريم مضاد حيوي. فبلاش الغسولات خالص اللي هي بتقشر. انا بصراحة يعني تجربتي معاها مش عايزة اجربها تاني خلاص.
جربنا مرة وتعبنا، فمش عايزين نجرب تاني. يا رب اكون فدتكم وما رخمتش عليكم ومطولتش معاكم. وان شاء الله اجيب لكم فيديوهات جديده تنول اعجابكم. اي بنوته تقترح عليا اي فيديو ان شاء الله يتنفذ. وقولي لي كده افكار، عايزين تشوفوا ايه انتوا؟ ايه عايزين تعرفوا؟ ايه عايزين تشوفوا؟ ايه الجو ده؟ ماشي. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وباي. مستنياكوا على سناب شات والفيسبوك انستجرام تويتر. باي.